الدولار مش ب54 ولا حتى ب45. الرقم اللي هقوله لك هيصدمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد من فيديوهات اقتصاد 306. خليك معايا بس كده قبل ما تروح في اي حته. لو قلت لك ان الدولار في 2026 لا هيولع زي ما الناس كانت بتقول ولا هينزل زي ما احلام ناس تانية بتقول، الرقم اللي احنا شايفينه دلوقتي ممكن يكون هو الحقيقه المره. طب اسمع بقى الجمله دي كويس، الدولار ممكن يطلع وممكن ينزل بس مش زي ما انت متخيل. ليه؟ لان في تفصيله واحده بس لو اتحركت غلط ممكن تقلب كل الحسابات في مصر. التفصيله دي مش تعويض، نعم بالظبط، ولا حتى صندوق النكد ولا حتى الحرب. التفصيله دي هقولها لك في نص الحلقه، ولو فاتتك هتفهم المشهد غلط. عاوز تعرف هقول لك، بس علشان اقول لك لو اول مره بتشوفني ما تنساش انك تدعمني باللايك سبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. وزي ما قلت لك كل مره، قهوتك وحصلني. خليني اوضح لك نقطة مهمة جدا علشان بس ما نضحكش على نفسنا. احنا في القناة دي احنا مش بنبيع وهم ولا بخوف حضرتك ولا بقول لك ارقام علشان المشاهدات. احنا هنا بناقش معاك سيناريوهات والفرق ما بينهم والتوقع، واي سيناريو محتمل لكن مش حكم نهائي يبقى احنا مجزمين بيه. فلو انت داخل الحلقة دي عشان تعرف الدولار هيبقى كام بالظبط يوم كذا، للأسف الإجابة دي مش عندي، وبقول لك نصيحة أخوية مش هتلاقيها في مكان تاني. أقسم لك بالله اللي هيقول لك الدولار هيبقى بكذا في اليوم الفلاني أو في المدة العلانية، قسما بالله كذاب كذاب كذاب. بقول لك مدير البنك المركزي المصري الأستاذ حسن عبد الله والله ما يعرف الدولار هيبقى بكام، ولا حتى الفيدرالي الأمريكي جيروم باول يعرف إن الدولار بكام، اللي هم اصلا عندهم مطابع الدولار. من الاخر كل اللي بقوله لحضرتك انا عاوزك تفهم ليه الدولار بيتحرك، مين بيكسب مين بيخسر، وايه اللي ممكن يحصل فعلا، علشان تفهم المشهد رايح فين، مين اللي جاي الدولار ولا الذهب. خليني اقول لك ان في سيناريوهات بترعب الناس، الدولار هيولع ويوصل ل 54 ولا 55. خليني اقول لك بصراحه ومن غير دبلوماسيه، اللي بيكرر الرقم ده دلوقتي يا اما مش فاهم اقتصاد يا اما بيعيد كلام اتقال من زمان. ومات صندوق النكد الدولي قال فعلا الرقم ده قبل كده، بس قالوا امتى وظروفه ايه، والاهم من ده كله هل التوقع ده لسه قائم؟ طبعا لا، لان لو فاكر ان الدوله هتسيب الجنيه يتكسر بالشكل ده يبقى انت متخيل اقتصاد غير اللي احنا عايشينه. الدولار مش لعبة والتعويم مش هزار. خليني اقول لك ان في ناس كتير بتقول ان المعركة اللي هتدور ما بين امريكا وايران واسعار النفط والازمات العالمية وسلاسل الامداد، كل ده ممكن يحصل ايه؟ ممكن يهز الدولار نهائيا ويخليه في حتة تانية. بس خليني اسألك سؤال، هل ينفع ابني تحليل اقتصادي على حاجة لسه ما حصلتش؟ طبعا لا. الإجابة بكل منطقية لا. التحليل بيتبنى على أرقام، سياسات، واقع، مش توقعات واتساب أجي أقول لك حضرتك ده المعركة هتدور دلوقتي يلا افتح الشاشات. مفيش الكلام ده. وعشان كده سيناريو ال 55 جنيه حاليا مش بس ضعيف، ده بعيد كل البعد. لما احنا قلنا ال 55 جنيه قبل كده كنا بناء على تحليل لصندوق النكد الدولي وعلى الرؤية بتاعته في التوقيت ده. طب دلوقتي حصل العكس، خلاص الموضوع خلص. هنفضل بقى طول عمرنا هنقول الحق الدولار هيبقى ب 55؟ لا طبعا. اما السيناريو الثاني الدولار هيوصل ل 45 جنيه و40 جنيه، وده السيناريو اللي فيه ناس كتيره شايفاه. بس خليني اكون واضح معاك ومش قاسي عليك، نزول الدولار بالقوه دي مش خبر حلو زي ما انت فاكر. طب ليه بتقول الكلام ده؟ لان المستثمر اللي دخل وحط فلوسه في الاقتصاد المصري يستثمرها بشكل مباشر او غير مباشر
حط الدولار على 50 جنيه مش هيكمل معاك لو وصل الدولار ل 45 جنيه. يعني الفلوس اللي داخله هتدور على عائد اعلى وهتشوف بلد تانية. يعني انت كده طردت الاستثمار، ضربت الاموال الساخنه، وبعت رساله غلط للعالم كله اللي بيجي مصر بيخسر. عشان كده سيناريو ال 45 جنيه انساه دلوقتي. اما عن السيناريو الواقعي اللي محدش بقى عاوز يسمعه، الحقيقه اللي مش حلوه بس واقعيه، الدولار هيكمل ما بين 47 ل 48. يا عم ده كسر ال 46. خليك معايا بس، انا شرحت لك فوق دلوقتي قلت لك ايه؟ ما ينفعش ينزل ل 45 لان انت عندك مستثمرين اجانب شاريين حاطين فلوسهم في الاقتصاد المصري على 50. لما الدولار ينزل ل 45 انت كده قضيت عليه، وزي ما قلت لك من شويه انت كده طردت الاستثمار، ضربت الاموال الساخنه، وبعت رساله للعالم غلط عن السوق المصري. الدولار هيكمل مش زي ما انت فاكر ال 50 وال 55 وال 60 والارقام مش زي ما انت فاكر، الارقام الحمص اللي انت عمال تسمعها في كل واحد عامل قناه وما بيظهرش بوشه ويعمل لك كده انترو ويحط لك صور ويقول لك الحق الدولار هيبقى ب 100 جنيه. بص والله العظيم، والله على ما اقول شهيد، انا بقول لك الداير ما بين الاخبار العالميه والاخبار المحليه وبعمل مزيج ما بينهم، وباجي اقول لك اتفضل حضرتك دي الخلاصه اللي انا استشفتها من التقارير والمقالات سواء غربيه او محليه. ولازم تعرف حضرتك ان احنا مصريين، وحط جنبها 100 خط، بلدنا رقم واحد. انا لما بتكلم معاك في اقتصاد يعني بتكلم معاك في واقع الدولار. انا يعني في ناس تقول لي ايه، هو انت زعلان ان الدولار هينزل؟ اقسم بالله اقسم بالله انا نفسي الدولار يوصل ل 7 جنيه ايام الرئيس مبارك. احنا ما كناش نسمع عن الدولار ده الا على شاشات الاخبار، لو تفتكر على القناه الاولى والثانيه، فاقول لك ايه الدولار الامريكي مش عارف ب 7 جنيه فاصل. يا عم انا مالي بالدولار يا عم، يطلع ينزل. ما كناش بنشغل دماغنا ولا عايزين نعرف الدولار رايح فين ولا اليورو جاي منين. بس المشكله ان احنا كلنا اتحطينا في دايره زي دي، ربنا يستر ونعدي منها على خير. خليني برضه اقول لك علشان ما نبعدش عن موضوعنا، اللي جاي مش انفجار ولا انهيار، ده لان الدوله محتاجه استقرار، المستثمر محتاج رؤيه، والبنك المركزي المصري شغال بسياسه النفس الطويل. اما عن السيناريو المفاجئ، لو كل ده منطقي، فين المفاجأة؟ المفاجأة هنا وأكبر حاجة عندنا ممكن تتعبنا كلنا هي الديون. الديون في مصر وصلت ل 51 مليار دولار، ودول لازم يتسددوا في فترة قصيرة. لو الضغط زاد والعالم سخن السيولة هتتشد، ساعتها الدولار بقى ممكن يوصل 48 49 ويضغط على الجنيه، وممكن يوصل لل 50. ممكن، خلي بالك من الكلام، بس برضه مش ال 55 ولا انهيار كامل. وخليك فاكر معايا الجملة دي، الدولار في 26 مش هيعمل اللي الناس كانت خايفة منه ولا الناس اللي كانت بتحلم بيه. اللي هيحصل هو الاقتصاد مش مستحمله، مش العناوين اللي احنا بقى ايه بتتباع دلوقتي. لو انت شايف غير كده اكتب لي رأيك في الكومنت تحت وبالأرقام بس مش بالخوف. قول لي رأيك، انت شايف 2026 رؤيتك للدولار رايحة فين؟ وبكده اكون وصلت معاك لنهاية الفيديو. لو عندك اي استفسار زي ما قلت لك من شوية اكتبه لي اسفل وصف الفيديو وانا هرد عليه، واحسن تعليقات هنعرضها على الشاشة الفيديو اللي جاي ان شاء الله. نشوف بقى الناس اللي فاهمة والناس اللي بتقول اي كلام. ده وصلت معايا لنهاية الفيديو، ما تنساش انك تدعمني باللايك سبسكرايب والشير للفيديو، لانه طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.